تعتبر المغرب موطنا لحيوان صغير، وهو النوع الأكثر انتشارا في المغرب، بحيث يتواجد في كل من الأطلس الكبير والصغير والمتوسط، بالإضافة إلى أجزاء من الأطلس الصحراوي أقصى جنوب الجهة الشرقية وسهل سوس. السنجاب الأرضي الأطلسي هو سنجاب أرضي يمكن التعرف عليه بسهولة بسبب أذنيه الصغيرتين جدا وفروته الذهبية اللون كرمال الصحراء، والخطوط السوداء على ظهره طولا مع خطوط بيضاء في الطول أيضا. يطلق عليه سكان جبال الأطلس بالأمازيغية اسم أنزيض. إن السنجاب الأطلسي لا يعيش إلا في المغرب والجزائر وجزر الكناري التابعة حاليا لإسبانيا. يعيش هذا السنجاب في مجموعات تتكون من 15 إلى 20 فرد، ويتجمعون عند النوم في جحورهم بين الصخور. يقال أنه حيوان نهاري، لكن يظهر وقت الغروب أو الشروق ليتفادى الحرارة المرتفعة في النهار. السنجاب الأطلسي من القوارض الذي يمتاز بخفة كبيرة جدا، رغم أنه أرضي أحيانا يتسلق أعالي الأشجار لمراقبة ما يجري حوله. حسب بعض الدراسات يفضل هذا السنجاب الجو الذي تتراوح فيه درجات الحرارة بين 18 درجة إلى 25 درجة. يعتبر السنجاب الأطلسي حيوانا قابلا لأن يكون أليفا. يتكون غذاؤه أساسا من البذور مثل بذور دوار الشمس، والثمار الجافة مثل البلوط والبندق والجوز، إضافة إلى الفواكه مثل التفاح والخوخ والتمر، والخضر مثل الجزر والبطاطا. كما يمكن تناول بعض الحشرات مثل الجراد والرخويات الأرضية والطيور الصغيرة وبيضها. في المملكة المغربية يعرف عنه أنه يفضل أكل ثمار شجرة الأرجان المحلية وثمار اللوز.